الحمد لله تم القبض على الدكتورة وسام شعيب، دكتورة أمراض النساء اللي طلعت في فيديو لايف مدته 13 دقيقة وأكتر بتخوض في أعراض المرضى بتوعها وبتحكي عنهم وعن حوادثهم وعن أسرارهم، حكايات الله أعلم مدى صدقها أو كذبها، الله أعلم. دي جهات التحقيق تتحقق منها زي ما تحب. وبحسب المحامي بتاعها أستاذ هيثم السيد عبد العزيز اللي هنرجع له بعد كده في الفيديو، بيقول إن تم توجيه ليها تهم هي تجدير الأمن والسلم العام، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تسيء جموع الشعب وتسبب تكدير السلم العام بألفاظ مسيئة. بعد التوجه بالشكر للجهات المعنية اللي قبضت عليها وبتحقق معاها، والشكر لنقابة الأطباء، احنا جايين بقى نقول كلمتين كده بالصلاة على الصلاة للناس اللي شايفة ان الدكتورة معاها حق تتكلم كده. حضرتك قبل كده جربت تقرأ القسم بتاع الأطباء بيقولوا فيه ايه؟ ثانية واحدة أقرأه. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدواره في كل الظروف والأحوال، باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ، للصديق والعدو، إلى آخر القسم. القسم بيقول لك تستر مرضاك مش تطلع تحكي عليهم. القسم بيقول لك تستر عوراتهم. القسم بيقول لك انك اما تشوفي بنت عندك وقعت مغمى عليها تعالجيها حتى لو انت معترضة عليهم اخلاقيا، لان مش من حقك تحكمي على حد. تخيل عزيزي المؤيد لفيديو الدكتورة انك مطالب دلوقتي تبقى قدوة وتنزل تعمل لنا تحليل DNA لنفسك عشان تثبت نسبك لوالدك، وتعمل تحليل DNA لولادك علشان تثبت نسبهم ليك. عزيزي المؤيد والمدافع عن الدكتورة، حضرتك مطلوب دلوقتي تعرف حرم حضرتك نايمة في حضن مين، لأن الدكتورة قالت احنا ما نعرفش مرات مين نايمة في حضن مين، فايه الأخبار؟ حضرتك شايف ان الدكتورة بتناقش قضية مهمة جدا، يا قد ايه هي مخلصة حقيقي للقضية المهمة جدا دي، والموضوع مش ترند خالص، ومش ان يلا يا جماعة اعملوا لي لايك على الصفحة بتاعتي بقى وتعالوا لي العيادة وبتاع، لا مفيش خالص الكلام ده. حضرتك شايف بقى ان المنظر ده والفيديو ده دي طريقة عرض قضية بالأهمية دي؟ حضرتك تأكدت من الكلام اللي هي بتقوله وصحته؟ انا لما لفيت لفة كده في التعليقات عند الدكتورة لقيت واحد ظريف قوي كاتب لها تعليق لطيف قوي، بيقول احنا محتاجين فتح اسلامي جديد، فالدكتوره رد عليه بتقول له والله يا شيخ فتح اسلامي؟ طب ما انت بسم الله ما شاء الله محجبه اهو ودكتوره، لا راعيتي شرف مهنه ولا راعيتي اداب اسلاميه ولا دين ولا الالفاظ اللي قلتيها في الفيديو دي تقولها دكتوره محترمه. المفروض ان في علم بحاله بتدرسوه عندكم في الكليه، الاتيتيود، طريقه التعامل اللي فيها طريقة اللبس، طريقة الكلام، ازاي تتعامل مع المريض، ازاي مهما كان اختلافك الاخلاقي معاه ده لا يمنع ابدا انك تقدم له الخدمة، ولا يسمح ليك باي حال من الاحوال انك تصدر حكم عليه او ان انت تطلع تتكلم في حقه وفي عرضه وفي شرفه. ما تلف لفة بقى في بروفايل الدكتورة هتكتشف بلاوي تانية، بلاوي. هو تقريبا من كتر سعيها للشهرة لقيت ان البوستات مش مأكلة عيش قوي، والحكاوي اللي بتحكيها بألفاظ في منتهى السوء في البوستات بتاعتها مش جايبه همها، فقيت لما نعملها فيديوهات بقى الفيديوهات بتنتشر اسرع، فكانت النتيجة ايه؟ اتقلب السحر على السحر. دي حاجة تسعدنا جدا جدا جدا، خبر القبض على حضرتك وتحويلك للتحقيق كمان في نقابة الأطباء، وأتمنى إنك تتفصلي وتتمنعي من مزاولة المهنة. فخين وقعت فيهم الدكتورة دول، فخ التعميم وطلب الشهرة من السوشيال ميديا، أقذر فخين ممكن يقع فيهم بني آدم على وش الأرض، فما بالك لما يبقى طبيب. طبيب يعني بيطلع على أدق أسرار المرضى بتوعه. نيجي بقى لمحامي الست الدكتورة، ده قصة لوحده والله، بروفايله رخر عظمة بسم الله ما شاء الله. هو شايف في بوستاته ان الستات والبنات لازم يتوقدوا او يترموا في النيل، هو شايف كده.
وده طبعا بيتماشى مع رأي الست الدكتورة اللي شايفة ان كل اللي مخلف بنت بيبقى بيدور ومستني المصيبة هتجيله امتى. مصيبة ايه يا ست الكل؟ مصيبة ايه اللي احنا مستنيينها من بناتنا؟ التعميم ثم التعميم ثم التعميم، كل كلامها كان تعميم، ومع ذلك في ناس لسه بتدافع عن الكلام الصفيق ده. الحقيقة تاني هرجع لكم تاني، اللي موافق على الكلام ده ينزل يعمل تحليل DNA ويدور ورا المدام في حضن مين. اللي موافق على الكلام ده ألف شكر، ألف 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 شكر وحمد وشكر إن الست دي اتقبض عليها، وأتمنى إنها تتحاسب على كل الهبل اللي قالته ده، وأتمنى تختفي الأشكال دي من على السوشيال ميديا، لأن في منها كتير بالمناسبة، بس هي دي جابت الخلاصة، هي دي تخطت كل الحدود والخطوط الحمراء اللي مسموح بيها، ما ناقشتش في حالات معينة، لا هي عممت على المجتمع بأكمله. تمام يا ست الكل، أتمنى لك محاسبة ومعاقبة على كل حرف نطقتيه، وأنا كست مصرية لو في إيدي إني أرفع لوحدي قضية عليكي هعمل كده، بس أظن المجلس القومي للمرأة المفروض إن هو يتدخل بقى باسم كل سيدات وبنات مصر. شكرا ليكي وللأشكال اللي زيك اللي بتعرفنا قيمة الدكتور المحترم، لأن دايما بنعرف النور بالضلمة وبنعرف النظافة بالوساخة. شكرا على الناس النضاف اللي في حياتنا والدكاترة المحترمين اللي هاجموكي، اللي طبعا ما كانش من ضمنهم جوز حضرتك اللي دافع عنك دفاع مستميت، بس أتمنى يكون هو كمان ابتدى بنفسه وعمل بالمبدأ بتاعك وعمل تحليل DNA.